السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعين قناة نسر السعيد، أرحب بحضراتكم. سعيد أن أنا بلتقي بكم اليوم ونبدأ حديثنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا وحاليا في اجتماع في الوقت الحالي مع كابتن حسام حسن، وأعتقد بنسبة 99 طبعا لم يعلن رسميا، ولكن سيكون حسام حسن هو المدير الفني لمنتخب مصر إن شاء الله القادم. وده هل هو بقى تحقيقا لرغبة معظم جماهير الكرة المصرية، معظم جماهير مصر، وبناء على رغبة الناس كلها اللي كانت بتطالب بمدير فني وطني. طبعا حسام حسن، لو نتكلم عن حسام حسن، حسام حسن نجم كبير جدا، نجم ليه تاريخ وبصمة في الكرة المصرية، سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي أو مع الزمالك. حسام حسن علامة من علامات الكرة المصرية على مدار تاريخ المنتخب أو على مدار تاريخه هو الشخصي. حسام كان لاعب كبير، هداف كبير، لاعب عنده روح، لاعب عنده كاريزما، لاعب عنده حب كبير لمنتخب بلاده ولفلنة بلاده. وأعتقد إن ده هينعكس على اللاعبين، هينعكس على الروح جوه المنتخب جوه الفريق. ولكن هل حسام حسن هيمشي مع اتحاد الكرة اللي موجود حاليا؟ هل هو هيتمشى مع سياستهم، ولا حسام حسن هيفرض سياسته هو وهيفرض قوة شخصيته على اتحاد الكرة اللي موجود في الوقت الحالي؟ طبعا 90% من أعضاء اتحاد الكرة أو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لا يرى في وجود حسام حسن. ولكن هل حسام حسن جه بناء على رغبة الجماهير، ولا بتعليمات من فوق من القيادة لوزارة وزارة الرياضة وللوزير؟ احنا عايزين مدير فني وطني يقدر طبعا يحقق نجاحات لمصر بأقل الخسائر. لأن طبعا عندنا حسام حسن مش هيجي بقى يقول لك أنا هاخد بالدولار واخد 200,000 يورو زي فيتوريا المأسوف على شبابه أو اللي مشي، اللي كلفنا لحد دلوقتي ما يقرب من 6 مليون دولار. مبلغ كبير طبعا في ظل الظروف اللي البلد عايشة فيها دلوقتي وعدم وجود الدولار. طب أنا ليه أجيب مدير فني ياخد بالدولار؟ ودلوقتي ترشيحات مثلا عايز اتفق مع مدير فني اجنبي، اتحاد الكوره عايز مدير فني اجنبي. طب انت هتوفر له الفلوس دي منين؟ وخصوصا ان بعد ما المرتب العالي اللي انت كنت بتديه لفيتوريا، ما تيجي تتعاقد مع مدرب كبير هيقول لك لا انا مش هاخد اقل من اذا كان فيتوريا اللي هو فشل معاكم، اللي هو اساسا ما دربش اي منتخب قبل كده، كنت بتديله 200,000 يورو في الشهر. انت هتدينا انا كام؟ متوقع انت هتجيب واحد اجنبي اسم كبير باقل من الفلوس اللي كان بياخدها فيتوريا؟ مثلا هجيبه 60-70 الف زي المدربين اللي ماسكين منتخبات في افريقيا ونجحوا معاهم؟ طبعا لا، هيجي يقول لك زي ما كنت بتدي فيتوريا على الاقل ساويني بيه. واحنا دلوقتي في مرحله صعبه زي ما قلنا اقتصاديا، البلد بتعاني من ازمه الدولار، فمن المنطقي انك هتجيب حد مصري. عشان تجيب حد مصري لازم يكون شخصيه قويه، لازم يكون عنده حب كبير للمنتخب، يدي حماس للعيبه، يكون عادل في اختياراته، ما عندوش بقى، ودي موجوده الميزه الكبيره اللي موجوده في حسام حسن، ما عندوش حته ان يتفرض عليه لاعب معين، او عنده اتجاهات، او عنده مثلا نظام بقى السبوبه والكلام ده كله. لا طبعا مفيش. ولكن هل سيكون هناك انسجام ما بين حسام حسن وبين اللعيبه الكبار اللي موجودين في المنتخب، او ولا هيكون في هناك صدام؟ وخصوصا مع محمد صلاح، يعني خصوصا مع محمد صلاح، نجم كبير بحجم محمد صلاح طبعا محتاجينه في المنتخب. ولكن رؤية حسام حسن لو مسك مدير فني، رؤيته هي اللي هتمشي قبل او على اتحاد الكوره وعلى اللاعبين وعلى اختيارات اللاعبين. اتمنى لو حسام حسن جه، ودي شخصيا امنيه شخصيه، انا احب ان حسام حسن يمسك المنتخب. حسام حسن ادوا له الفرصه زي ما اديته للناس كلها، وجربته في مدربين اجانب خدوا ملايين دولارات ومشيوا، ما عملناش اي حاجه. جبنا تجربه، كان عندنا تجربه قبل كده اتكلمنا فيها، قلنا حسام كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه عمل انجازات كبيره مع المنتخب. ليه؟ حسن شحاته لو تفتكروا، حتى بغض النظر عن بطولات افريقيا اللي احنا خدناها، لما لعبنا في كاس العالم للمنتخبات اللي هي كاس العالم للقارات يعني، كانت وقعنا مع ايطاليا
وقعنا مع اللهم صل على النبي، لعبنا ايطاليا، كسبنا ايطاليا وانهزمنا من البرازيل في اخر دقيقه بضربه جزاء 4-3. شفنا الاداء، شفنا انت طبعا مش بقوه ايطاليا ايامها ولا قوه البرازيل وعظمتها في الوقت ايام بطوله العالم للقارات، ولكن كانت بالروح والنجوم اللي موجوده عندك وحماس اللعيبه. كان بيديهم حسن شحاته، يقول لهم يعني حسن شحاته ما كانش عنده حته لا لاعب كبير نجم يفرض رايه ولا نجم يستمر في الملعب غصب عنه. حتى لو انت نجم مين وهتطلع، يعني هتطلع انا عايز اغيرك هغيرك، انا شايفك مش مأدي في الملعب بطلعه بجيب حد تاني مكانه. ما عندوش حته التوازنات، ده كان حسن شحاته. ولذلك قدمنا مباريات في كاس العالم للقارات، مباريات فوق الروعه. وكذلك بطولات افريقيا، فوزنا ب3 بطولات مع حسن شحاته برضو للاسباب دي. هل هيكرر حسام حسن نفس النجاحات اللي حققها حسن شحاته مع المنتخب؟ اتمنى ذلك، اتمنى ذلك بروح وحماس ورجوله وعداله حسام حسن في الاختيارات، وقوه شخصيته في انه يفرض شخصيته على اي نجم داخل المنتخب. اي نجم طبعا مش فرده هي وخلاص يعني، ولكن لا، اللي مش هيلعب او مش هيأدي بالمستوى المطلوب او يأدي واجبه المطلوب منه في الملعب، حسام حسن عنده استعداد يخرجه ويجيب نجم مكان او لاعب مكانه، ايا كان بقى اللاعب صغير في السن او مش معروف، او المهم عنده اللي بيأدي في الملعب. دي ميزه في حسام حسن. حسام حسن شفناه مش اول مره يمسك منتخب يعني. حسام حسن نجح مع منتخب الاردن زي ما قلنا قبل كده في تصفيات كاس العالم، تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم، اللي قدر يوصل فيها للمرحله النهائيه وللملحق لما لعبوا، وللاسف اصطدم بعديها باورجواي. قلنا كان اورجواي فريق قوي ايامها، ايام كافاني بقى وسواريز في عزه والنجوم دي كلها. فهو اسم كبير، نتمنى له التوفيق. لو فعلا تم الاعلان رسميا عن تولي حسام حسن، وده 90% من الشعب المصري بيتمنى وجود حسام حسن كمدير فني للمنتخب، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله، التأهل لكأس العالم المرحلة اللي جاية، وان شاء الله نظهر في كأس العالم كمان بمستوى رائع ومستوى طيب، وتظهر دي بقى تشتغل الكرة المصرية. اتمنى كمان يفكروا مدير فني للمنتخب، مدير فني مش مدير فني اللي هو مدرب بقى. طبعا مش عارفين محمد يوسف هيستمر مع حسام حسن ولا حسام حسن هيجيب لو لم تم اختياره. لحد دلوقتي بنتكلم في نسبة 99% مش 100% حسام حسن موجود. احنا بنقول توقعاتنا للاجتماع اللي موجود حاليا. هل هيجيب بقى محمد يوسف هيستمر كمدرب عام ولا هيجيب هو مدرب عام معاه؟ ده محدش يعرفها. لكن اتمنى كمدير يكون يجيبوا مدير للمنتخب. اتمنى يا اما حسن شحاته مدير فني لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش للمنتخب، مدير فني لاتحاد الكوره، يا اما حسام حسن، يا اما ربيع ياسين. شخصيا اتمنى وجود كابتن ربيع ياسين وياخد حقه زي حسام حسن ما ياخد حقه ان شاء الله. في النهايه بالتوفيق للكره المصريه. شفنا امبارح كمان كان في الله اكبر الله اعظم العزه والدوام لله، كان في مباراه الاهلي وسموحه الوديه اللي تألق فيها موديست واحرز هدفين. الحمد لله المكنه بدات تطلع قماش، وشفنا موديست بدا يحرز اهداف حتى لو في المباريات الوديه. شفناه في كاس السوبر هنا في الامارات برضو. وان شاء الله بالتوفيق لكل نجوم الاهلي، وعوده رضا سليم امبارح في التدريبات، شارك في تدريبات وظهر بمستوى طيب. ان شاء الله يرجع لنا الشناوي بسلامه الله، ونشوف بقى جميع اللعيبه المصابه ترجع للملعب وتشارك معانا. في طبعا الشناوي خارج بقى الموسم ده، خارج بطوله افريقيا وخارج الدوري كمان. نتمنى عوده كل اللعيبه، ونشوف بقى نستمتع باداء النادي الاهلي ويفرحنا مره تانية، ابتداء من مباراه شباب بلوزداد اللي هي مش هتكون سهله، هتكون مباراه صعبه جدا، ولكن الاهلي قادر ان شاء الله على تخطي المباراه، وان شاء الله يرجع لنا بالكاس، نقدر نفوز كمان السنه دي ببطوله كاس الابطال الافريقي، ويتكرر انجازات النادي الاهلي. وبالتوفيق للاهلي، بالتوفيق لمنتخب مصر، بالتوفيق والصحه والسعاده لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هنوليكم باخر الاخبار عندما يتم اعلان حسام حسن رسميا، ونتكلم بالتفصيل عن حسام حسن.